تعالوا معايا اول ماتش رسمي ليا مع الفريق الاول يا نجوم مصر بعد غياب شهرين. اخيرا انا هلعب اول ماتش ليا. لبست ترنج النادي بحته مونتاج كده، وبعد ما غيرت بقى زي ما انتم شايفين كده بقى مفيش مواصلات في المكان اللي انا ساكن فيه، فاتصرفت المره دي وكلمت اخويا يجي يوصلني بالعربيه بتاعتنا. وصلت الملعب بقى ونزلت تبديل في الشوط الثاني. بدات الشوط الثاني كله، واول لمساتي بقى اول ما نزلت لعبت الكره بدماغي كده لورا وكانت هتدخل في الجون، بس الحارس لحقها بايده. ودي كره ثانيه لعبتها بالكعب الامير كده، كانت نازله عملتها بشكل كويس. ودي بقى كره جات لي، كره كانت بتتنطط بسبب الارضيه، فحاولت احافظ عليها وحافظت عليها وخدت منها فاول. وبما انه اول ماتش ليا فكنت بلعب السهل جدا، اسهل حاجه في الدنيا وكنت بلعب. وهنا كانت كره مردوده، لميت الاول ولميت الثاني، وطبعا كابتن تميم كان عنده راي ثالث خالص وضيع اللقطه. ودي كره زحلقتها البودي بدماغي. وهنا بقى كانت كره معموله تغيير ملعب، حافظت على كورتي برضو مع الراجل ده، ولقيت اتنين عليا رحت مرجع الكره ورا البودي عشان يعمل الاوفر. كره كانت مردوده من ورا من مره واحده، عملتها لزوما وزوما غير بيها ملعب. ودي الجمل اللي احنا بنتمرن عليها. ودي كره بقى كانت عاليه، استلمتها لقدام ورحت بيها، بس بصيت في ضهري لقيت اتنين فرحت جاي برضه راجع بيها لورا، ما ينفعش تجازف. وطول الماتش بقى يا نجوم مصر زي ما انتم شايفين كانوا اتنين عليا. في دي بقى دخلت الكره في نص الملعب تاني الكابتن رانكو، وهنا كره استلمتها وطلعت الكابتن رانكو بره. وهنا بقى كره اتقطعت مننا، طبعا رجعتها بسرعه وقطعتها. وهنا بقى المدافع بتاعهم ضغط عليا، بصيتها لعبد الناصر، عبد الناصر عمل الجمله بتاعتنا. كره شبهها تاني انا استلمت وعملت برضو نفس الجمله لشادي، وشادي دخلها لجوه. هنا بقى كنا رايحين مرتده، قام المدافع بتاعهم شدني وقعني زي ما انتوا شفتوا كده. والحمد لله الماتش خلص على خير. وتوقعوا بقى احنا كسبنا كام يا نجوم مصر؟ وده كان اول ماتش ليا، ودول اخواتي الكبار بقى في غرفه تغيير الملابس. واخر اليوم بقى رحنا كلنا كشري انا واخواتي نجوم مصر، واخويا الصقر اللي نورني النهارده اخويا ده يا جدعان والله.